أخطاء المعادلات في الإكسل. في الفيديو ده هنتعرف على كل أنواع الأخطاء في الإكسل وإيه فايدتها وإزاي تكتشفها. أول خطأ معانا هو خطأ ال NA. الخطأ ده لما بيظهر لك مش معناه إنك كتبت المعادلة غلط. الخطأ ده بيقول لك أو بيعرفك إن القيمة اللي أنت عايزها مش موجودة، زي مثلا لما تبحث عن قيمة معينة وهي مش موجودة في مجال البحث. الخطأ التاني value، بتعرفك إن في قيمة أنت مدخلها غلط في المعادلة بتاعتك، زي مثلا إنك تكتب نص في حين إن المعادلة محتاجة رقم. الخطأ الثالث ref ده اختصار ل reference، مرجع، بتعرفك إن المعادلة بتحتوي على مرجعية غلط، زي مثلا إنك تحدد خلية بدل من جدول بحث في المعادلات بتاعة البحث. الخطأ الرابع div/0، بيظهر نتيجة إنك قسمت على رقم صفر. الخطأ الخامس num، اختصار لنمبر، ده معناه إن في رقم مدخله بصيغة غلط، زي مثلا إنك تحط رقم سالب وإنت عايز الجذر التربيعي بتاعه. الخطأ السادس name، بيظهر لو دخلت قيم مش مفهومة للمعادلة، زي مثلا تدخل اسم دالة غلط، تغلط في حروفها وتكمل شغل بيها عادي. آخر خطأ الخطأ السابع null بيظهر لما تكون عامل مسافة ما بين مدى خلايا، يعني ممكن تنسى وتعمل مسافة بدل ما تحط فاصلة أو نقطتين على بعض بالرينج من الخلايا. وكده اتعرفنا على أنواع الأخطاء. قبل ما انهي الفيديو ضروري تكون عارف إن في دوال بتدور على الأخطاء دي، وبتديك ترو في حالة لو كان في خطأ وفولس لو مفيش. يعني تقدر تقول إن الدوال ديت هتكتشف الأخطاء دي. كل الدوال دي بتبدأ ب IS. يلا نبدأ. IS error بتفحص أي نوع من الأخطاء، وال SR دي برضو بتفحص أي نوع من الأخطاء بس باستثناء خطأ ال NA. وال ISNA بتفحص الخلية اللي فيها خطأ ال NA. وال ISREF بتفحص الخلية اللي فيها خطأ ال REF. وال IS number بتفحص الخلية الرقمية. وال IS text بتفحص الخلية النصية. وال IS non text بتفحص الخلية الغير نصية. وال IS blank بتفحص الخلية الفارغة. وال IS odd بتفحص الخلية الرقمية اللي فيها رقم زوجي. وال IS even بتفحص الخلية الرقمية اللي فيها رقم فردي. وال IS formula بتفحص الخلية الناتجة عن معادلة. وال IS logical بتفحص الخلية اللي فيها true أو false. ضروري جدا إنك تكون عارف إن دوال فحص الأخطاء ممكن تستخدمها مع معادلات تانية، وتحديدا المعادلات المركبة. حاول كل يوم الصبح كده تسمع الفيديو ده عشان شوية الدوال دي تثبت في دماغك.